أيام العشر ما أجملها من أيام، حيث التجليات والفتوحات والبشريات والنفحات. فعلى المرء أن يجتهد ويكثر من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بجميع فضائل الأعمال، فإنها مضاعفة ومباركة في هذه الأيام بإذن الله تعالى، لا سيما الصيام، ولا سيما يوم عرفة الذي يكفر صيامه السنة الماضية والقادمة. ومنها أيضا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على نبينا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإكثار من تلاوة القرآن، المحافظة على السنن الرواتب، الاجتهاد في لياليها بالصلاة والذكر، الصدقة وصلة الأرحام، رد المظالم إلى أهلها، حفظ